السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. حرب تجارية شايفينها والعالم كله شايفها بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. تأثيرها إيه على الذهب؟ تأثيرها إيه علينا إحنا في مصر؟ طيب، مبدئيا الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أطلق على نفسه لقب في 2018. إيه هو اللقب؟ رجل التعريفات الجمركية. هو اللي قال على نفسه كده. قال على نفسه كده في فترة رئاسته الأولى لأمريكا في 2018 لما فرض رسوم جمركية على أوروبا وقال إن إحنا لازم نعمل على خفض العجز في التبادل في الميزان التجاري بيننا وبينهم. أوروبا بتصدر لنا كتير ومش بتاخد مننا كتير، فأنا هعمل على خفض معدل العجز ده بيننا وبينهم، وراح فرض رسوم جمركية عليهم. في نفس الوقت فرض رسوم جمركية على الصين، ده في 2018. وطلع بعدها كتب في تغريدة كده على موقع التواصل الاجتماعي على نفسه رجل التعريفات الجمركية. فاللي بيعمله دلوقتي الرئيس الأمريكي مش جديدة بالنسبة له، هو عملها قبل كده في فترة رئاسته الأولى لأمريكا وبيعيده تاني دلوقتي. أوروبا زي ما قلنا هو بيقول لك احنا كده كده بياخدوا مننا سلع قليلة وبيصدروا لنا كتير، فأنا عايز أخفض العجز في التبادل التجاري بيننا ده. الصين طبعا ليها مبررات تانية خالص، منها اتهامها في الأول في 2018 لما فرض عليها جمارك إن هي بتسرق حقوق الملكية الفكرية، ويتقال دلوقتي زي ما بيقول كده إن هي بتصدر لنا مواد مخدرة أو بتزرع عندهم مواد مخدرة وبيدخل لنا من خلالهم فلازم نحارب الحاجات دي كلها، فهفرض عليهم رسوم جمركية. فرض رسوم جمركية، كل يوم بيفرض رسوم جمركية على آلاف السلع من الصين، وآخرها امبارح زود الرسوم الجمركية على بعض السلع ل 20%. الصين النهاردة ردت وقالت لك المعاملة بالمثل، وفرضت رسوم جمركية على واردات كتير من أمريكا بنسب 10 و15%، خضار وفاكهة ولحوم بقر ولحوم خنزير وحاجات كتير كده. يعني المعاملة بالمثل، انت فرضت على المنتجات بتاعتي جمارك، انا كمان هفرض على المنتجات بتاعتك جمارك. هي الدول بتتعامل كده. طيب، تأثير الكلام ده ايه على الذهب؟ تأثيره احنا شفناه النهاردة سعر الذهب عالميا الأوقية ارتفعت ل $2927 الآن وقت تسجيل الحلقة. محليا سعر الجرام عيار 21 سجل 4140 جنيه الآن. لسه ما نعرفش اليوم، لسه ما انتهاش، ما نعرفش هينها على ايه. طيب ليه؟ لأن كل ما كان في حروب تجارية وكل ما كان في أزمات بين الدول، خاصة إن دول يعني مش دولتين صغيرين، ده أكبر اقتصاديين في العالم أمريكا والصين. فكل ما كان في حروب تجارية بينهم الناس هتروح فين؟ هتروح بقى للملاذ الآمن. ما احنا شايفين بقى ضبابية، مش عارفين الدنيا دي تخلص على فين، وواضح انها مطولة. مش زي ما حصل في 2018 فرضوا رسوم كده على شوية سلع بكم مليار. لا، الدنيا كل يوم في جديد، وأوروبا وكندا والمكسيك، وكل يوم الصبح الرئيس الأمريكي بيصحى من النوم. طيب النهاردة هنفرض جمارك على مين؟ النهاردة هنطلع تصريح كده مستفز لمين؟ هي كده. وبالتالي كل ما الكلام ده زاد كل ما كان ده تأثيره إيجابي على الذهب. عشان كده لما يخضك ويلعبك شوية كده عالميا وينزل لك سعر الذهب زي ما نزل امبارح وأول امبارح $50-60 كده في يومين 3 ولا حاجة للأوقية، ما تتخضش خالص. كما كنت، خليك كما كنت معاك ذهب، خليك محتفظ بالذهب، ما تخافش، قيمته فيه. طيب، اللي بيحصل في أمريكا ده ممكن يأثر على العالم كله وعلينا؟ ممكن يأثر طبعا. ليه؟ الرئيس الأمريكي لما يفرض جمارك على سلعة زي دي، زي النضارة دي مثلا، كان بتدخل من الصين. خلينا مثلا في الصين، بلاش بقى أوروبا وكندا والمكسيك، هنتكلم في مثال واحد. كان بتدخل له مثلا من الصين $1، فرفع عليها الجمارك بقت بتدخل $1.25. مين اللي هيتحمل الفرق ده؟ أكيد المواطن الأمريكي، ده طبيعي جدا.
طيب نفس القصة في الصين، كان بياخد السلعة دي من أمريكا بدولار، زادت بقت بدولار وربع، مين اللي هيتحملها؟ المواطن الصيني. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان التضخم هيزيد تاني، الا اذا، خلينا الاول نتكلم في انه هيزيد تاني وبعدين نتكلم في الا اذا. هيزيد تاني ليه؟ لان زي ما قلت لك، انا مواطن امريكي بقبض $1000 في الشهر، كانوا بيكفوني زي الفل. دلوقتي الرئيس بتاعي كل يوم يزود الجمارك على سلع جايه لي من اوروبا ومن امريكا ومن كندا والمكسيك او على سلع وسيطه داخله في منتجات انا بستخدمها كمواطن، فاسعار السلع دي زادت، $1000 ما بقاش يكفيني لان الاسعار زادت، فالتضخم يرجع تاني يزيد. فيجي الفدرالي الامريكي يقول لك طب وانا بقى يا عم ترامب، انت كل شويه تقول لي خفض الفايده عشان يشجع الاستثمارات، ومن ناحيه تانيه عمال تزود في الرسوم الجمركيه. طب انت دارس اللي بتعمله ده؟ ما انت لو مش دارس، لو مش دارسه هتبقى كارثه. ليه هتبقى كارثه؟ زي ما قلت لك كده، لان التضخم هيزيد. فيجي الفدرالي الامريكي يقول لك لا مش هينفع بقى اخفض الفايده تاني. اخفضها ازاي؟ اخفضها ازاي بقى؟ على الاقل نثبتها لحد ما نشوف الدنيا رايحه فين. التضخم زاد، هيبقى في كلام تاني بقى. والتضخم لما بيزيد في امريكا بيضرب في كل حته في العالم، واحنا حته، احنا جزء من الكل، احنا جزء من الكل. طيب الا اذا ايه بقى؟ الا اذا هو عامل حسابه ان هو هيعوض المنتجات اللي كان بتجيله من الصين ومن اوروبا ومن المكسيك ومن كندا ومن الدول دي كلها، هتنتج محليا باسعار منافسه. فبقى في بديل اهو قدام الراجل الامريكي، المواطن الامريكي اهو. انت زعلان ليه؟ ان السلعه دي كانت بتجي لك من الصين بدولار وانا خليتها بدولار وربع. ما انت عندك اهو المصنع جنبك في امريكا بينتجها بنفس السعر، خدها منه. فكده التضخم ما يرتفعش، كده التضخم ما يرتفعش. هتقول لي طيب ما هو في سلع وسيطه بتدخل او مستلزمات انتاج بتدخل في الصناعات دي، هتعمل ايه؟ هقول لك ممكن يعمل لها هو حل تاني. ممكن يكون هو ناوي على حل تاني، ان هو يدي حوافز للانتاج هناك، حوافز للمصنعين، حوافز خاصه بالنفط، خاصه بالغاز، بما ان هم الحاجات دي السلع دي. ما هو اي سلعه ايه اللي بيتحكم فيها؟ كهرباء وغاز. عشان المصنع ده يشتغل لازم له ايه؟ لازم له كهرباء وغاز، صح كده؟ طب لو انا اديتك كرئيس، اديت لك حوافز في الكهرباء، في النفط وفي الغاز، هتعمل ايه؟ خفض لي السلع بقى شويه، خفض لي الاسعار شويه عشان اضمن ان التضخم ما يرتفعش. فانت صنع اهو براحتك يا سيدي، بس ما تزودش الاسعار. عايز ايه؟ نزل لي اسعار الغاز، نزل لي اسعار النفط، نزل لي اسعار الميه، نزل لي اسعار الكهرباء، عشان اقدر انا ما ازودش الاسعار انا كمان. فيقول له طب ماشي، زود الانتاج وانا هخفض لك اسعار الحاجات دي. فهنا يقدر يحافظ على ان التضخم ما يضربش منه، والمواطن الامريكي يطلع يقول له لا انت كده بوظت الدنيا يا عم ترامب، احنا مش جايبينك كده من اول شهر عشان تبوظ لنا الدنيا. يبقى كده ضرب كذا عصفور بحجر. شغل المصانع بطاقات انتاجيه اكبر، لان السلع اللي كانت بتيجي من الصين او من اوروبا ما بقتش تيجي، او بقت بتيجي باسعار كتيره. فكده المواطن الامريكي هيفضلني انا عن اللي جاي من بره. فيبقى شغل مصانع بطاقات انتاجيه اكتر، شغل عماله اكتر، دخل لنفسه ضرائب اكتر، دخل رسوم جمركيه من السلع اللي بتجيله من بره دي، حتى لو السلع قلت لكن دخل جمارك اكتر. فيبقى استفاد من كل حاجه. طب لو مش عامل حسابه على ده وما عرفش يعمل ده، يبقى اقلب كل ده، يبقى الدنيا هتبوظ، يبقى تحصل ازمه كبيره جدا 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 في الاقتصاد الامريكي. ليه؟ لان الراجل صاحب المصنع اللي كان بينتج 1000 نظاره، خلينا ناخد نفس المثال برضو، بينتج 1000 نظاره بيصدر منهم 500 للصين. جت الصين قالت له دلوقتي طيب ماشي انا هاخد منك ال 500 بس الجمارك زادت. تمام، لا انا هاخد 300 بس، او هاخد ال 500. حاضر. دخلوا ال 500 ما اتباعوش، كان بيدوم كل سنه 500 نظاره. دخلوا ال 500 نظاره ما اتباعوش ال 500 نظاره زي ما متعود، اتباع 100 بس. ليه؟ لان الاسعار زادت في كل حاجه، فالمواطن بقى يجيب الحاجات الضروريه في الصين. فخلاص مش هجيب النضاره، او مش هجيب القلم ده، او مش هجيب الجاكيت ده، او مش هجيب، فاهمني، الكرسي ده كده. وبالتالي المصنع بعد ما كان بينتج 1000 قطعه في السنه في امريكا بقى ينتج 500 بس، لان الصين ما بقتش تاخد منه، او بتاخد منه في السنه 100 حته بس مثلا. يعني يعمل ايه؟ هيخسر؟ اكيد لا. طيب مشي العماله بقى، هخليهم عندي ليه؟ احنا ما بننتجش، بنتج نص الانتاج بتاعي بس، هخليهم عندي ليه؟ مشي العماله فتزيد البطاله.
تزيد البطالة، ويزيد التضخم، ويزيد الفايدة. نرجع تاني للموال اللي احنا كنا شغالين فيه بقى لنا سنتين ثلاثة. هنشوف بقى الرئيس الامريكي ترامب ده هيعمل ده ولا هينجح في ده؟ هيقع وهيوقع الاقتصاد، ولا هينجح وهينجح الاقتصاد معاه ويقولوا له شابوه؟ طيب مصر ممكن تستفيد من الكلام ده؟ طبعا ممكن تستفيد. تستفيد ازاي؟ تستفيد انها تجذب، لو عندنا بقى وزير استثمار صح اجذب بقى الشركات الصينيه انها تعمل عندك هنا شركات، تعمل مصانع هنا. طالما كده كده اتفرض عليها هناك رسوم جمركيه لما تصدر لامريكا، خليها تيجي وتعمل عندك هنا مصانع، تستثمر عندك انت هنا، وتصدر بقى لاوروبا والامريكا ولكل الدول من عندك انت. مفيش بقى لا جمارك ولا بتاع. هو فرض الجمارك على مين؟ على المنتج اللي جاي من الصين او اللي جاي من اوروبا. هات انت الناس دي بقى تستثمر عندك، هات بتوع اوروبا وهات بتوع الصين يستثمروا عندك انت هنا، يعملوا مصانع عندك هنا. تستفيد انت بقى بضرايب، تستفيد بجمارك، تشغل لك عماله، تزود لك الانتاج، تزود لك المعروض، الاسعار تقل عندك. استفيد انت من ده بقى. العب على ده، العب على الخلافات اللي بينهم دي واستفيد انت منها. يا رب يعملوا كده. ربنا يكتب الخير لمصر والمصريين، وتقبلوا تحياتي. سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.